السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. عايزاكي كده تذكري الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان نبتدي فيديو جميل بإذن الله. في حاجات ولقط وحاجات حلوة قوي. بس عايزاكي قبل ما نبتدي الفيديو عايزاكي تحطي لي اللايك الجميل، وكمان اللي ما اشتركش ينزل يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد ومفيد بإذن الله. احنا النهاردة كالعادة فين؟ في سوق الخميس يا جماعة. سوق الخميس ده بيفرش فين؟ بيفرش في المطرية. واحنا في الساحة اللي هي عند باب العيادات الخارجية اللي هي في مستشفى المطرية. يعني اللي جاي من الميدان هيسأل فين مستشفى المطرية، هي بتبقى جنبه على طول. وقول لهم فين باب العيادات الخارجية، ادي ظهرك لباب العيادات الخارجية هتلاقي شارع جنبه، قدامه على طول اقصد. هتخشي فيه هتلاقي فيه ساحة كبيرة اللي انا بصور لك فيها القماش، وبصور لك فيها البواقي، وبصور لك فيها حاجات كتيرة قوي. فعايزاكي كده تتابعي معايا الفيديو، هتلاقي فيه لقط وحاجات جميلة قوي. زي ما انتوا شايفين ده الفيزون. ده في ناس بتعمله اسدالات وبيعملوه، في ناس بتعمله طرح برضو. تمام يا جماعة. قال لي طبعا هي بتبقى فضلات، بس فضلات كويسة. قال لي في متر ب20 جنيه، وفي بقى فضلات يعني ممكن تاخدي واحدة على بعض تلاقيها ايه. على بعض ممكن يديها لك ب15، ممكن يديها لك ب20، بتبقى حتة كبيرة ممكن تسرفليها وتعمليها طرح. على فكرة يا جماعة الطرح غالية بره، يعني الطرحة الشيفون او الفيزون دي بتبقى غالية، بتبقى ب65 جنيه وب50 جنيه. انت ممكن تاخديها هنا لقطة من على الفرش ده وتسرفليها وتطلع لك احلى طرح. تمام. عندك هنا برضو الكتان والقماشات اللي قدامه دي كلها. قال لي في منها ب25 جنيه المتر، وفي ب20 جنيه على حسب. اهو ده شيفون يا جماعة، شايفين الشيفون ده؟ تقدري ان انت تعمليه طرح، تسرفليها وتعمليها طرحة تطلع جميلة جدا. تمام. في ناس بتحب الطرح كبيرة كده، فبتبقى حلوة قوي. تمام. نيجي هنا في الفرشة دي، قال لي المتر ب17 جنيه. هتقولي لي بقى ب17 جنيه ليه؟ ايه اللي حصل؟ هقول لكم معرفش. هو كان ب10 جنيه فجأة بقى ب17 جنيه المتر. اللي هو ده بتاع الستار يا جماعة، اللي بيتحط في الستارة. تمام كده. تمام يا جماعة. والفرنشات دي قال لي ب8 جنيه المتر. هتقولي لي الاسعار حصل فيها ايه؟ اقول لكم معرفش والله، انا بتفاجأ بالاسعار دي. هي كانت ب5 جنيه وكانت ب2 جنيه ونص كمان. فلله الامر، يعني احنا بنسمع الاسعار وبنقول لكم الاسعار اللي موجودة في الاسواق. تمام. عندكم بقى طبعا الجبلان الجميل ده، قلت له المتر بكام؟ قال لي المتر ب50 جنيه. تمام. الجبلان ده بيتعمل بيه ايه؟ بيتعمل بيه ممكن تكوني مفارش للانتريه. بتبقى حلوه وشيك وجميله قوي. عندكم الفرشات دي زي ما انتوا شايفينها شانيليات وحاجات جميله قوي. بتنقي اللي انت عايزاه منها وهو بيسعرها لك. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، ده قماش ممكن يتنجد بيه، وممكن قماش يتعمل بيه ستاير زي ما انت عايزه وزي ما انت بتوظفيه. بس هو شانيليا في منه تقيل وفي منه اللي على ستان. بالنسبه للستان يعني يكون احسن لك تعمليه ستاير، لكن بالنسبه للشانيليات اللي هي الجامده دي للتنجيد حلوه جدا، علشان خاطر ما بتودي يعني بتخلي الملايه ثابته. تعالوا بقى في الفرشه دي بقى فيها الشوفونات اللي انا قلت لكم عليها كلها اللي ممكن تتعمل طرح يا جماعه. دي شوفونات. تمام. بتاخدي الحاجه وبتقولي له دي بكام، هو بيتمنها لك. في بواقي بتطلع الواحده متر متر ونص مثلا، بيقولك ب25 ب30 زي ما بتطلع. هنا نفس الموضوع. انا قلت لكم في اول، يعني انا لسه عارضه لكم اللي هو شريط الحلقات اللي بيتركب في الستاير بقى ب17 جنيه المتر يا جماعه. كان ب20، فجاه قال لي ب17 جنيه. والفرنشه دي كانت ب5 جنيه وكانت ب3 جنيه، بقت ب8 جنيه برضو فجاه. فالاسعار يا جماعه على طول في الطالع، وربنا يا رب يعيننا ويرزق الناس اجمعين يا رب العالمين. وهي الاسعار دي بتبقى غصب عنهم، لان هم برضو بيجيبوا البضاعه بالغالي. تمام. وعندكم برضو زي ما قلت لكم الشانيليات الجميله دي في الساحه اللي انا بقول لكم عليها. في لقط يا جماعه، زي ما في اسعار عاليه والله العظيم في لقط جميله جدا 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 في الاسواق دي. فانا بعرض لك اللي موجود، انزلي واتفرجي وفريزي الحاجه، هتطلعي حاجات جميله. كلكم ستات ما شاء الله ناصحين. انزلي وشوفي واتفرجي، والله هتطلعوا حاجات جميله.
مش لازم تاخدي من الاتواب، خدي من الحاجات الفضلات دي، بتبقى اسعارها مهاودة شوية. يعني الشانيليا دي في التوب بتبقى ب50 وب55 جنيه، هما على الفروشات بيبيعوها ب25 وب30 جنيه اقصى حاجة. تمام يا جماعة. برضو نفس الموضوع هنا، برضو في البواقي دي برضو من 25 ل30، من 20 ل30. تمام. كل حاجة على حسب سعرها، انا بنقول لكم الاسعار اللي اتقالت لي في السوق. ودايما بصور لكم الحاجات اللي هي البواقي اللي هي تبقى حلوه، تعمل لكم شغل حلو، وفي نفس الوقت تبقى سعرها حلو ومناسب ليكم، وسعر مهاود يا جماعه. احنا دلوقتي في يعني قدر الامكان بندور على الاسعار اللي نقدر التجار يقدروا ياكلوا فيها عيش، او يعني الناس تقدر تجيب وتفرش في بيوتها. ربنا يعين كل واحد على حاله. المفارش اللي انا بعرضها عليكم دي، قال لي المفرش ب10 جنيه، برضو شانيليا. هي مش تقيلة قوي، لكن وسط حلوة، ممكن تفرشيها على في التلاجة من فوق، او تفرشيها على ترابيزة انتريه. تحفة وجميلة جدا. ولو جبتيها عايزة تركبي لها فرنشات من الجناب كده، تبقى شكلها جميل جدا، وبتبقي عملتي فيها برضو حاجات حلوة وابدعتي فيها، او حطيتي لمسة او تاتش من عندك انت. فهي هو تقريبا بيبقى مربع متر الا ربع في متر الا ربع، فبيبقى حاجاتهم جميلة جدا. بصوا الشانيليات حلوة ازاي. ممكن تركبي لها من الاطراف فرنشه ولا حاجه لو انت عايزه، مش عايزه خلاص حطي المفرش على كده، هو جميل ومناسب جدا. وزي ما انتم شايفين كده حاجاتهم حلوه جدا، والاسعار على الفرشه دي حلوه قوي. تمام. احنا في الفتره الجايه ان شاء الله هنصور لكم حاجات باسعار مهاوده ايا كانت بقى، مفروشات ملايات، يعني هنصور لكم. مع ان دلوقتي ما بقاش في حاجه رخيصه، بس احنا قدر الامكان لما بننزل الاسواق دي بنلاقي فروشات عليها كده زي ما انتم شايفين، بواقي وحاجات زي دي، بنصورها لكم، وبيبقى فيها حاجات حلوه وبيبقى فيها لقط، فبنصورها لكم وبنقول لكم الاسعار بتاعتها ايه. فبس شجعوني كده باللايك الجميل اللي وصل معايا للفيديو لحد هنا، شجعيني، حطي لي اللايك، اكيد اللايك ده هو الدعم بتاعي وهو اللي بيشجعني. يعني انا بنزل السوق وبصور لكم، بنقل لكم اسعار، واكيد انتوا بتستفادوا. فيا ريت تشجعيني كده باللايك، حطي اللايك علشان خاطر هو اللي بيرفع الفيديو، وهو كمان اللي بيشجعني. فحطي اللايك الجميل عشان يعني اصور لكم حاجات اكتر واكتر بمشيئة الله. تمام. قوليلي في التعليقات انت عايزه تصوري ايه، او محتاجه اسعار ايه، خصوصا الناس اللي قاعده يا جماعه في المحافظات. قولوا لنا محتاجين اسعار ايه ان شاء الله، ونقدر نصوره لكم لو في امكاننا، مفيش اي مشكله في ده. تمام. فلو وصلتي معايا هنا حطي اللايك واكتبي لي التعليق عايزه تعرفي اسعار ايه، وان شاء الله نقدر نجيبها لكم باذن الله، وانقل لكم الاسعار اللي موجوده في الاسواق، في السوق بصفه عامه، يعني سواء سوق الخميس او سوق التلات، او اي حته فيها اسعار. تمام. فالله المستعان، وربنا يعين كل واحد على حاله في الاسعار دي. بس الحمد لله الحمد لله في حاجات مهاوده وبنقدر نصورها لكم. بس انتوا شجعونا، وان شاء الله نصور لكم اكتر واكتر. كل دي شانيليات اهو بتتعرض قدامكم، السعر من 20 لحد 30 جنيه يا جماعه. في التوب بتبقى ب55 جنيه وب65 جنيه في الاتواب، فطبعا بيبقى في فرق سعر جامد جدا. والمفرش اللي في ايده ده قال لي ب10 جنيه، حاجات تحفه وحاجات جميله جدا. فيا رب يا رب اكون كده. الفرو ده يا جماعه بالمناسبه اي قطعه على حسب، يعني في فرو تقولي لها ده ب20، تقولك ب20 جنيه الحته، في واحده تقول لها ب15 جنيه، في واحده تقولي لها ب30 جنيه. ليه؟ كل حاجه على حسب مقاساتها. تمام. انت بتروحي وهي بتقولك، يعني بتطلعي لها الحته اللي انت عايزاها وتقولك بكام. يا رب كده اكون افدتكم، والسلام عليكم.